ليه دراع الونش ده باين إنه متني؟ ما تتخضش، هو مش هيقع ولا حاجة. اللي أنت شايفه ده اسمه انحناء أو deflection. ببساطة كده ده مقدار الميل اللي بيحصل في كل دراع لما بيشيل حمولة تقيلة. كل ونش ليه حد أمان للانحناء، ولو عدى الحد ده يبقى المعدة دي تحت ضغط جامد وممكن يحصل خطر. يعني مثلا لو دراع الونش طوله حوالي 10 متر، المفروض ما يميلش أكتر من حوالي نص بوصة عن الخط المستقيم. وطبعا كل ما الدراع يبقى أطول كل ما الميل يزيد، زي بالظبط صنارة الصيد. كل ما طولها زاد كل ما بقت أسهل إنها تتكسر. طب إزاي الناس العادية تعرف إن الوضع خطر؟ ببساطة اسمع التحذير. الونشات الحديثة فيها أجهزة إنذار للحمل الزايد. لو سمعت صفارة قوية أو لمبة حمراء بتنور، اعرف إن ده مش إنذار للسواق بس، ده إنذار ليك كمان إنك تبعد فورا. فالمرة الجاية لما تعدي جنب ونش بص كويس، هل دراعه متني زيادة؟ هل في صوت إنذار؟ ساعتها اعرف إنك في منطقة خطر حقيقي. قول لي بقى في الكومنتات، هل كنت تعرف إن الونش ممكن يتمط كده من غير ما يتكسر؟ ولا دي أول مرة تسمع عن حاجة اسمها الديفليكشن؟ وأخيرا لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير وتابعني وانتظر المزيد. شكرا.